اخواتي، النادي الاهلي وقف التفاوضات في تجديد عقد امام عاشور بسبب ان امام عاشور ساب الوكيل بتاعه وراح لادم وطني، والنادي الاهلي مصرح اللي هو مش عايزين اي لاعب يختلط بادم وطني او يخليه هو الوكيل بتاعه، لان ده الوكيل اللي مشى وسام ابو علي من عندنا. فبالتالي نادي الاهلي شايف ان ادم وطني ده ما بيعملش لصالح نادي الاهلي، فقال انا مش عايز حد يتعاقد معاه. فاول ما اسامه ابو علي، اول ما امام عاشور عرفنا اللي هو رايح يتعاقد مع ادم وطني عشان يبقى الوكيل بتاعه بعد كده، فالاهلي وقف المفاوضات في تجديد عقد امام عاشور. وبالنسبه لي ده الصح، اي حد ما بيعملش في صالح النادي الاهلي يبقى مش ما يجيش النادي الاهلي او يخرج من النادي الاهلي. وبالنسبه لي كابتن محمود الخطيب رايه صح، اللي هو يمنع التفاوضات بتاعت امام عاشور، ويمنع اي تعامل مع ادم وطني من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، ويمنع ان ادم وطني ده ما يبقاش في النادي اصلا. ده بالنسبه لي قرار جامد قوي من كابتن محمود الخطيب. قول لي بقى رايك في الكومنتات، وسلام.